برسم الشعب اللبناني مرة جديدة تحية إلكم. افتحوا البحر قدام النازحين، هيدا كلام أمين عام حزب الله، وطبعا بهيدا الكلام بيقطع الطريق على إمكانية أي حل سياسي لملف النازحين. إذا بدنا نشوف أفق حلول لملف النازحين شو منشوف؟ أولا عنا رفض المفوضية الأوروبية ومفوضية اللاجئين لأي حل جذري. ثانيا مثل ما قلنا ما في أي دعم أو قرار سياسي بيدعم الإجراءات اللي عم بتصير حاليا، إجراءات الترحيل. ثالثا السياسة الرعناء لحكومة تصريف الأعمال. رابعا مليار يورو بيع وشراء. وهون بدي افتح هلالين تقول قديش هيني عليكم تفتحوا مجلس نيابي كرمال مليار يورو في مصاري بدها، وقديش صعب عليكم تفتحوا المجلس النيابي وفقا للدستور لعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس جمهورية بغض النظر إذا كان لازم ينتخب أو لا بهيدا الوقت. خامس نقطة والأهم، رفض بشار الأسد لاستقبال الناجئين والابقاء على ورقه النازحين واللاجئين ورقه ضغط وابتزاز دولي واقليمي. هيدي هي الافق. يعني يا شعب لبنان ما في حل، ما في لزوم تسال حدا ولا حدا يكذب عليك. من بعد اللي سمعته فكر دقيقه، بتعرف نحن وين رايحين بهيدا الملف، وبالنهايه كله رح يبقى برسمك. تيبقى قلنا لبنان الله معك.